قاسي سعيد، أعرف بأن كأس آسيا غطت عليها كأس إفريقيا، ولكن لابد أن نتحدث قليلا عن النهائي الذي سيجمع قطر التي تأهلت المرة الثانية تواليا إلى المباراة النهائية، مع مفاجأة هذه الدورة النشامة والمنتخب الأردني الذي تأهل على حساب كوريا الجنوبية 2-0 مع تألق لاعبي التعمري. بلادي تولوز. نعم. والتألق تاع المدرب مونبولي. والتألق تاع المدرب عموته مع المنتخب صحيح الأردني. أنا شفت المنتخب الأردني في نصف النهائي مع كوريا الجنوبية، وين يعني تقريبا شفت كاع المقابلات تاع خاصة تاع المنتخبات العربية. الأردن منتخب قوي جدا، يعني غير له كاع الناس تكتيكي وكيفاش يلعب هذا المنتخب هذايا، يلعب بصفة جيدة. مرة في تاريخ الأردن في النهائي. الأردن يعني في النهائي. نعم. عموتة حقق نصف مفاجأة أو نصف معجزة بالتأهل إلى النهائي، ويستحد لتحقيق المعجزة الآن. بصراحة شغل كبير لهذا المدرب الرائع الذي حقق نتائج باهرة مع المنتخب الأردني. يعني الفريق الأردني يمشي كما ينبغي، يمشي حتى للفينال. اليوم نقول يعني المجموعة اللي سواء اللاعبين ولا ستاف تكنيك اللي اداو يعني تورنوا يعني لا باس بها، نجموا باش يلحقوا لا فينال، امنوا بقدرات تاعهم. ما من مقابله تاع الربع نهائي يعني اللي تاهلوا بضربات ترجيح جو، يعني اداو بطوله لا باس بها حتى الفينال. نعم. عموته محمد اسمح لي، تفضل. انتقد كثيرا في المغرب لما خسر في نصف النهائي مع المنتخب الجزائري في كاس العرب. ربع الليلي. بالليلي انتقد كثيرا، ولكن عرف كيفاش يعاود يولي نعم. المنتخب تاع الأردن. شاهدنا في أمين، شاهدنا في